كأس السوبر المصري، لا صوت يعلو فوق مباراة كأس السوبر المصري. مباراة الكاس هتتلعب بين الأهلي والزمالك ولا بيراميدز ولا فيوتشر ولا مين؟ طيب، كهربا هيتوقف 12 ماتش، 3 ماتشات، في غرامة مليون، مفيش غرامة. طب هيلعب ولا مش هيلعب؟ كل ده هنعرفه في الفيديو ده. طيب، هنبدأ بأول حاجة. الزمالك هيلعب ولا مش هيلعب؟ هينسحب ولا مش هينسحب؟ طيب خلاص، الزمالك انسحب. حلو. مين اللي هيلعب؟ فيوتشر او بيراميدز. بس هو المفروض الاول بيراميدز. طيب لو ما وافقش بيراميدز يبقى مين؟ يبقى فيوتشر. طيب، اولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد عن مباراة السوبر، الشغل الشاغل في الكرة المصرية بل والاماراتية كمان. طيب، اول حاجة نبدأ بيها، اللهم صل على سيدنا محمد. هنبدأ دلوقتي بإيه اللي حصل في مباراة كأس السوبر والترند اللي داير دلوقتي في الكرة المصرية والعربية عامة عن كأس السوبر المصري. المفروض الماتش 5-5 يوم الجمعة بين الأهلي والزمالك. الزمالك بطل الدوري والأهلي بطل كأس مصر. تمام. لجنة الانضباط وقفت كهربا حوالي 12 مباراة وغرامة مليون جنيه. طيب، هنا لجنة الانضباط بتنزل العقوبة، بتبعت فاكس. لا، ما عملتش كده. العقوبة اتسربت في قعدة عشاء بقى، ما تعرفش في ايه، بس المهم ان هي اتسربت قبل ما توصل لمين؟ للنادي الاهلي. وهي بتوصل بالنادي الاهلي المفروض عن طريق فاكس. النادي الاهلي او غيره، اي عقوبة بتيجي للاعب بتوصل عن طريق فاكس. المهم، الاهلي عرف من ايه؟ من عن طريق السوشيال ميديا. الموضوع انتشر في السوشيال ميديا خلاص. إيه الاهلي عمل ايه؟ الاهلي عمل تظلم، بعت التظلم بفاكس لاتحاد الكوره. تمام. هنا العقوبه بتقف لحين النظر في التظلم، واللاعب من حقه ان هو يشارك لحين انعقاد لجنه التظلمات تاني عشان تشوف التظلم اللي قدمه النادي الاهلي. تمام. طيب، الزمالك هنا بقى قال ايه؟ كهربا هيلعب. لا، كهربا مش لاعب. ولو كهربا لعب انا مش لاعب ماتش السوبر. طيب حل يا اتحاد الكوره. هيعمل ايه اتحاد الكوره؟ هيعمل ايه اتحاد الكوره؟ ولا اي حاجه. خلاص، الزمالك قال انا مش لاعب. كهربا هيلعب الماتش والعقوبه مش هتتنفذ عليه، انا مش لاعب. طيب، عمل ايه اتحاد الكوره؟ وقع في ورطه. خلاص، الماتش يوم الجمعه، يومين 3 والماتش هيبدأ. خلاص، يوم في التاني، خلاص فاضل يوم، فاضل يومين. لازم ايه؟ يجيب من الاخر مع الزمالك. هتلعب ولا مش هتلعب؟ هتلعب قول هلعب يلا وسافر، مش هتلعب قول مش هلعب. طيب، اتحاد الكوره بعت للزمالك وقال لهم ساعه وتردوا علينا. اتحاد الكوره بيبعت للزمالك بيقول له ساعه وترد علينا. طبعا ده في عرف الكوره ما ينفعش. النادي الزمالك مش نادي صغير، مش نادي صغير عشان الاتحاد الكوره يقول له ساعه وترد علينا. مفيش الكلام ده. ده مش رمضان صبحي بيلعب في الاهلي وقالوا له ساعه وهترد علينا. المهم، وقفت بقى هنا في دماغ مرتضى، وعملوا اجتماع وقالوا احنا مش لاعبين، وبعتوا جواب او فاكس لاتحاد الكوره وقالوا احنا مش لاعبين. خلاص، اتحاد الكوره بعت فاكس لبيراميدز، وبيراميدز طلب تاجيل الماتش 24 ساعه. بس ايه، خلاص وافق. ما نفعش تاجيل الماتش، والماتش يوم الجمعه الساعه 7:30. خلاص تمام. بيراميدز سافر، وافق وما صدق. خرج في الدوري بره في المركز الثالث وبعيد عن المنافسه عن الاهلي. الكاس خرج منه، الكونفدراليه خرج منها،
بصراحة يعني خرج من فريق وضيع في فريق بيلعب في الدوري الجنوب افريقي، ومركزه في ترتيبه الاخير. فقال اهي بطولة جات لي ماشي، واطلع بالموسم باي بطولة واحقق بطولة، ولما احقق بطولة احققها على حساب الاهلي، يبقى انا عملت انجاز كبير. طيب الماتش يوم الجمعة ان شاء الله خلاص بين الاهلي وبيراميدز، وحابب بس اشوف تشكيل الفريقين. يعني البيراميدز بالقوة الضربة كله، مش ناقص عنده غايب غير لاعب واحد هو عبد الله السعيد. الاهلي برضو صفوفه مكتملة، مفيش غير سافيو وايمن اشرف وشادي حسين اللي استبعدوا من القايمة. ما عندوش اصابات طبعا، في اصابة بس عمرو السولية مش مسافر، ونتمنى له الشفاء يا رب. يا رب يكون مباراة تليق بالكرة المصرية، تليق بجماهير النادي الأهلي. عايزين مباراة تبقى سخنة، عايزين ماتش كورة بتلعب تحت، بتلعب في ملعب بسم الله ما شاء الله، يعني ملعب الملاعب الإماراتية كويسة جدا وممتازة. تمام. كاميرات 52 كاميرا هتغطي المباراة. فهي مباراة يعني مش هقول جماهيرية، لا، هو جماهيرية بالنسبة للأهلي وبيراميدز. طبعا الزمالك أو الزملكاوية كلهم هيشجعوا بيراميدز، ونتمنى إن تكون المباراة تليق باسم الكرة المصرية، ونتمنى التوفيق برضو للنادي الأهلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.